مجموعة ومن المدرب. الآن يتأهل المنتخب المغربي ويضرب بعرض الحائط كل التشاؤم الذي كان. هل تغير الحال الآن هناك في الشارع الرياضي المغربي؟ هل بدأتم تؤمنون بهذه الكوادر المغربية أو الشباب المغربي الذي يمثل هذه المجموعة أنه قادر على الذهاب بعيدا؟ اكيد اخي مهند، اولا تحيه لك وتحيه للكابتن الموجود بخصوص الشارع الاقتصادي كان الامور من حق هذا الشارع المغربي ان يكون متشائما قبل تنافس الدوره. لماذا؟ لانه المنتخب المغربي كان في مرحله انتقاليه، يعني تغيير المدرب الزكي والمجيء بالفرنسي وتعرف ان الفرنسي في مناطق قياده الوجود، حتى النتائج قبل ان كان نتائج التصفيات الموندياليه لم تكن بنتائج جيده. بعد ذلك جواز يعني الاقامات على تركيبه كثير رمضان، نتحدث عن اقامات كبيره في محافظه القناه، كذلك يعني اثناء تقريبا 3 لاعبين او 4 لاعبين من التشكيله الاساسيه بوجود يعني بعض اللاعبين في بعض. هنا بدا تشاؤم عند الشارع المغربي بخصوص المشاركه في كاس الجمهور. جاءت المباراه الاولى التي لعبها المنتخب المغربي الصيمه بالفعل المنتخب المغربي بالطول والعرض على هذه المباراه الى ان تسوق الطالع امام المنتخب الكونغولي الذي خطف هدفه وبذلك زاد التشاؤم لدى الشارع المغربي. بعد ذلك عاد الترتيب عندما ظهر الوصول بثلاث اهداف لهدف واحد على المنتخب الكونغولي، ويعني بدات الاخبار تكبر على المتتبعين هنا في المغرب. يعني مبدئيا حمزه، مبدئيا رونالد نجح في ان يطلب المعطيات وان يطمئن قلوب المغاربه فان هذا المنتخب قادر ان يفعل شيء وهو التاهل الى دور ربع النهائي على غير التوقعات. هذا يعتبر شيء ايجابي بالنسبه للمنتخب المغربي. من المغرب الى